اسمعي معايا الصوت ده كده، حاجة كده من الآخر، جمال وحلاوة وطعم ما يتوصفش بجد. الكوكيز دي أو راس السمسم أو نسميها زي ما احنا عايزين، من أجمل الوصفات اللي ممكن تعمليها وتاكليها في حياتك. طعمها كده بيدوب في بقك، وكمان اقتصادية جدا إن شاء الله. ببيضة واحدة هنعمل ده كله، والقرمشة بتاعتها خطيرة، والأهم من ده كله إن ما فيهاش سكر كتير. ويلا نسمي الله ونبدأ ونشوف عملناها ازاي. ولو انتي أول مرة تشوفيني فأنا دعاء زين، ودي قناتي، وما تنسيش الاشتراك فيها والكومنت الجميل اللي هستناه منك، واللايك والشير اللي بيوصلني لأكبر قدر ممكن. هاتي البولة والاسباتيولا بتاعتك. ومناسبة اقراص السمسم ما تنسيش شوفي معجنات السمسم، وكمان معجنات المدارس اللي عملناها. ان شاء الله كل المعجنات موجودة في قائمة تشغيل على القناة، هتنفع جدا ايام المدرسة. ويلا نسمي الله ونبدأ. وجبنا بيضة بتاعتنا بدرجة حرارة الغرفة، وعليها نص معلقة صغيرة فانيليا، وعليها 8 كوبايات طحينة خام، بالظبط معلقتين كبار اللي هما على الميزان 30 جرام. والوصفة دي او الكوكيز ده انا كنت بعمله لولادي بدل حلاوة المولد، يعني حاجة كده شبهها ومديه لطعمها علشان ما دخلهمش سكريات في جسمهم. يعني من هما مثلا سنتين كده لغاية سن المدرسة انا كنت بتبع الطريقة دي. ونزلت بقى على المكونات بنص كوباية سكر بودر اللي هي تقريبا 80 جرام، نص كوباية مليان شوية كده. واهم حاجة تكوني نخلاه قبل ما تضيفيه على المكونات، ونقلب تقليبة حلوة كده بحيث ان السكر يختفي معايا. تعالي بقى قوليلي مين زي كده ما بتجيبش حلاوة المولد ولا حتى بتعملها في البيت، وبتعمل حاجات يعني افيد شوية اكتر منها للولاد. انا بصراحة متابعة الاسلوب دوت. هاتي بقى بنفس المعيار بتاع الطحينة تمليه زيت، يعني 8 كوباية زيت اللي هما بالظبط 25 جرام، وتقلبي تقليبة حلوة كده. ونضيف بقية المادة الدهنية. واصل الوصفة دي بالظبط نحط كله زبدة، لكن انا ليه بحط جزء منه زيت هقولك بعدين واحنا شغالين. معايا هنا 75 جرام زبدة بدرجة حرارة مطبخي زي ما انتوا شايفين كده، يعني تكوني مطلعاها قبل ما تشتغلي بنص ساعة على الأقل. ما تحطهاش جامدة علشان نقدر نقلبها كويس مع المكونات وتكون بالشكل الجميل اللي انت شايفاه دوت. بجد خليط رائع وريحته تحفة، يعني تحسي انك عايزة تاكليه كده وانت واقفة. وهاتي نص معلقة كبيرة بيكنج باودر اللي هي 25 جرام. وانا قصدا ان انا احطها هنا علشان الدقيق بضيفه بالتدريج، علشان انتي اكيد الدقيق اللي عندك غير الدقيق اللي عندي، فانا بقولك الخطوة دي. لكن انا المقادير بتاعتي ان شاء الله مظبوطة عالشعرة. وما تنسيش تحطي رشة الملح اللي ما نقدرش نستغنى عنها في اي حلويات. جبت معايا بقى هنا الدقيق، ده ربع كيلو دقيق وعليه معلقة كبيرة مليانة، يعني 265 جرام او كوباية وتلات ارباع دقيق. المهم تحطيهم على البسكوت او على الخليط اللي معاكي حبة حبة، وتقلبيهم بالراحة بالاسباتيولا. وبعد كده اول ما يبدأ الخليط يتماسك شوية كده، ارفعي الاسباتيولا وكملي التقليب بايديكي بصوابع ايدك، مش عجن، علشان البسكوتة ما تنشفش معاكي وتطلع معاكي مقرمشة بس بتدوب في بقك في نفس الوقت. هتطلعي اجمل واطعم كوكيز سمسم في العالم. بجد حاجة كده ممتازة، تحبي كده توديه زيارات، تعمليه في ضيافة لحد جايلك. بجد بيبقى فظيع جدا مع كوباية الشاي كده او الشاي بلبن او القهوة زي ما بتحبوا. ويلا بقى نشوف هنشكلها ازاي. جبت الصاج بتاعي ما دهنتوش اي مادة دهنية خالص، وجبت معايا كمان نص كوباية سمسم اللي هو نص تحميصة اللي بنحطه في كل المعجنات والحلويات بتاعتنا. وكمان انا كنت بعمل لولادي ستيكس السمسم مع الوصفة دي، بجد حاجة فظيعة، او بدلها يعني مش لازم معاها. هسيبلك الفيديو بتاعها ان شاء الله اخر الفيديو دوت، اوعي تفوتيها، طريقة ممتازة وجميلة وهتعجبك جدا في تشكيلها ان شاء الله. المهم بقى انت تشكلي الحاجات دي او الكوكيز دي زي ما انت عايزاها بقى صوابع، عايزاها دواير، عايزاها كور، عايزاها بوبس صغيرة خالص، زي ما انت عايزة. المهم بقى انا بشكلها ازاي. بجيب المعلقة المعيارية الكبيرة، وباخد قطعة كده ملو المعلقة بالظبط، وبكورها في ايدي، وبلفها في السمسم داير بحيث ان هي تتغطى في السمسم كلها، وبحطها على الصاج. طبعا مفيش اسهل ولا ابسط من كده.
وهقولك ازاي نعملها او نكمل تشكيلها وهي في الصاج علشان تطلع اقراص او كوكيز زي ما انت شفتيها في اول الفيديو بالظبط. عرفتوا ليه انا بحط الزيت في الوصفة دي؟ علشان الزيت هو اللي هيمسك لك السمسم في الكوكيز بتاعتك، هتغلف لك السمسم كويس جدا جدا وهتكلبش فيه ومش هيفك منك زيادة عن اللزوم. ونسيت اقولك كمان انك لازم تشغلي الفرن قبل ما تبدأي تشكيل، علشان لازم يكون مسخن مسبقا قبليها مثلا ب10 دقايق بربع ساعة علشان يدخل الكوكيز على فرن سخن، وبعدين هنظبط له الحرارة بتاعته. تعالي بقى اقولك ازاي تفردي الكوكيز بتاعك. اي بقى سكرابر، اي حاجة ليها قاعدة دايرة مناسبة للكوكيز او مناسبة لحجم الكوكيز اللي انت عاملاه، تجيبيها وتضغطي على الكوكيز بالشكل دوت. ولو عايزة تسيبيها كور زي ما هي او تعمليها بوبس، فمن الافضل تعمليها حجم اصغر من كده او نص الحجم ده تقريبا. ويلا احنا خلصنا كده، شايفة ما شاء الله طلعوا حوالي 35 تقريبا قطعة. يلا بقى ندخلهم الفرن اللي متسخن مسبقا، وندخلهم على درجة حرارة 180. هيقعدوا بالظبط معاكي 12 دقيقة 15 دقيقة بالظبط، ويطلعوا بالجمال اللي انت شايفاه دوت. ما شغلت الشواية خالص، وعلى طول اول ما يبدأوا ياخدوا لون من تحت بطلعهم، وما شاء الله لونهم تحفة وجميل وزي الفل زي ما انت شايفة كده. ولا قرمشتهم وحلاوتهم مفيش اخطر من كده. عملنا كده بديل السمسمية بحاجة اقتصادية جدا وبسكر قليل جدا كمان عشان خاطر ولادنا وعلشان صحتهم. ومولد النبي طبعا احنا بنحتفل بيه بالصيام، باتباع سنة الرسول عليه افضل الصلاة والسلام في كل امورنا وفي كل تصرفاتنا وفي كل معاملاتنا، مش بالحلويات والبهرجة والنقف طوابير وندخل جسمنا اكبر قدر من السكر في اسبوع واحد. اعملي لولادك حلويات تفيدهم، واكليهم المكسرات بتاع حلاوة المولد بس تكون نية مش متحمصة، جسمهم يستفاد منها اكتر. وربنا يمتعكم بالصحة والعافية.